انشغال فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم معروف سالم. نشكر الجمعية على هذه المبادرة وعلى هذه الندوة ربما قلة الحضور، ولكن صارت البركة في القليل. وبالنسبة لي التواصل في أيام العيد فقط، كما قال نبدأ ربما بكلمة قالها أحد المفكرين، إن هذه وسائل الحضارة ووسائل الاتصال الحديثة جعلت لنا أننا نهتم ربما بالبعيد. ربما عندي صديقي في ولاية أخرى نقدم له تهاني، ربما في دولة أخرى نقدم له تهاني ونهتم به، لكن ربما جاري أو قريبي الذي نلتقي ربما به لنفتح الباب ونخرج ربما لا نلقي عليه تحية أو لا نهتم به. فهذه الحضارة جعلت الإنسان يفكر أنه يصل إلى القمر، ولكنه ربما لا يفكر أنه يقطع الطريق حتى يلقي التحية على شخص آخر. ربما نريد أن نذكر بنقاط فقط. صلة الأرحام حسب رأيي أنه تبدأ أولا من العائلة، أن الإنسان الوالدين يغرسوا في أولادهم صلة الرحم، أن الإنسان رايح يقبل على الأقارب نتاعو ويدي وليداته معاه، هذا وليدي عمك، هذا خالك، هذه خالتك، هذه عمتك، فيتربى هذاك الطفل الصغير من الصغر. الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا حتى بأصدقاء الأب بعد الوفاة تاعو، أن الإنسان يهتم حتى بأصدقاء أبيه، فما بالك الإنسان بعمه وخاله إلى غير ذلك من الأمور. فالأسرة والمسجد والمدرسة هذه أهم ثلاث نقاط اللي تكون في صلة الرحم. يعني نعطيكم كمثال فقط. عندنا في مساجد خلال شهر رمضان درنا مبادرة بر الوالدين، وأثناء درس في صلاة العشاء أطلقنا مبادرة أن كل إنسان حاضر ينوض يسلم على أبيه. إحنا ربما حتى مع الأب وابنه كان حلقات مفقودة، ربما كان إنسان تقول له وقته آخر مرة سلمت على أبيك، يقول كيف نسلم على أبي؟ يعني كل يوم نشوف فيه. فنارت الناس تسلم على بعضها، الشباب ناروا يسلموا على أبوياتهم، فالناس عاد تبكي. يعني نزل ربي سبحانه الرحمة في القلوب. فلما الإنسان المسجد يقوم بدوره والمدرسة تقوم بدورها في التوعية وفي وسائل الإعلام كذلك، فإن شاء الله راح نرجع لأرحامنا، لأن هذا المبدأ نتاعها ديني. صلة الرحم المبدأ نتاعها ديني، من وصلها وصله الله سبحانه وتعالى. فربي يتقبل منكم إن شاء الله، وربي يجزيكم خير وبارك الله فيكم، وشكرا لكم على هذا. هل من إضافة؟